كل صداع بتاخد له مسكن معاك. احيانا الصداع بيكون خطر من الجسم وتنبيه لحاجه معينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في الحلقه الثالثه من روشتات رمضانيه. الصداع عرض وليس مرض، يعني مفيش حاجه او مفيش مرض عندي اسمه صداع. الصداع ده بيكون تنبيه من الجسم لحاجه عندي. ايه هي الحاجه ديت بقى؟ هنتكلم عليها في حلقه النهارده. الصداع له اسباب كتيره جدا، اهم اسبابها واول سبب فيها قله النوم. لو انت مش نايم كويس هيحصل لك صداع، لو انت متوتر هيحصل لك صداع، انت مريض ضغط سواء كان بارتفاع الضغط او بانخفاض الضغط برضه هيحصل لك صداع. طيب في اسباب تانية للصداع؟ في تاني اسباب تانية للصداع. كمان من ضمن الاسباب نقص عنصر المغنيسيوم، من اهم الاسباب برضه. ممكن يكون عندك جفاف شديد برضه يعمل نفس المشكله. لكن اهم الاسباب عندي ارتفاع الضغط او نقص الضغط عندي، او اللي هو انخفاض الضغط. يعني ده من اهم اسباب اللي احنا لازم نعرفها او لازم نعملها لما يكون انا عندي صداع. اول حاجه اعملها لازم اقيس الضغط معايا، اشوف ضغطي تمام، ابدا ادور في الاسباب الثانيه. برضو من ضمن الاسباب عندي التعب في العين، لو اللي عندي مشكله في النظر معايا يعمل لي صداع معايا. الاسنان برضو من ضمن الاسباب اللي بتعمل صداع. وجع الرقبه من ضمن الاسباب اللي بتعمل صداع. في عندي اسباب كتيره جدا لموضوع الصداع معايا، لازم نعرف الاسباب ونعالجها عشان ما افضلش ناخد المسكنات على الفاضي وخلاص. في حته مهمه جدا عاوز اتكلم عليها، ان انت لو جالك صداع الصبح بدري وحصل لك زغلله في عينك، الموضوع ده محتاج استشاره طبيب متخصص وفي غايه الخطوره معانا. الخلاصه ان الصداع لو بيتكرر معاك ما تسيبوش يبقى عاده. رمضان عباده وصحتك امانه. نشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.